ويجي لي واحد مغربي في التعليقات ويقول هي دي حجتكم، انتوا عاملين زي الجزائريين بالظبط، لما تتغلبوا تحطوا الاخطاء بتاعتكم على التحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. معاكم أخوكم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو بتاع النهاردة يعجب حضراتكم، فيا ريت تتابعونا للنهاية، وما ننساش كلنا كالعادة إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في الفيديو ده هنسمع تصريحات مهمة جدا جدا من الإعلامي المصري الدكتور علاء صادق. تصريحاته ديت بيوجهها بصورة مباشرة للفسدة اللي موجودين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع ونسمع تصريحات الدكتور علاء صادق، يا ريت كلنا ما ننساش إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي مش مشترك معانا في القناة، شرف كبير إن هو يكون متواجد معانا. معاكم أخوكم أحمد من على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير للفيديو ده وانشروه على كل الصفحات عشان يوصل لكل الناس. تعالوا نبدأ كده ونتكلم عن القصة وما فيها والحقارة اللي أصبحت موجودة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبيمارسوها كده جهارا نهارا. ولكن قبل ده كله يا ريت طبعا تشاركونا برأيكم في التعليقات. اخواتي وحبايبي اللي بيشاهدوني من الجزائر، اخواتي وحبايبي اللي بيشاهدوني من المغرب وتونس ومصر واي دولة عربية ايا كانت، اي حد بيتابع الفيديو ده يا جماعه، واي حد اتفرج على مباراه النادي الاهلي بالامس والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا، يا ريت بكل حياديه تنزلوا كده معلش في التعليقات وتكتبوا لنا ايه رايكم في اللي حصل في مباراه النادي الاهلي والوداد الرياضي المغربي بالامس. حضراتكم شايفين النادي الاهلي المصري تعرض للظلم، ولا شايفين ان الوداد الرياضي المغربي تعرض للظلم، ولا شايفين ان الحكم الليبي خرج بالمباراة لبر الأمان وكان حكم عادل وعطى لكل واحد حقه؟ رأيكم مهم جدا، شاركونا برأيكم في التعليقات، لأن اللي عمله الحكم الليبي امبارح كارثة تحكيمية بكل المقاييس. وإن دلت على شيء بتدل إن الفساد في الاتحاد الأفريقي موجود مش للركب، ده مغطي الناس وراكب فوق منهم كمان، وكل ده لخدمة مصالح بعينها، لأن السبوبة كبيرة يا جماعة والشيلة كبيرة، والكل طبعا بيحاول إن هو يسترزق من السبوبة دي. ولكن كل ده طبعا بيعود بالسلب على كرة القدم الإفريقية. قلتها وهقولها تاني، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عايز يتنظف يا جماعة. ليه؟ لأن في فساد في كل حاجة، في فساد إداري، وفي فساد في التحكيم، في فساد في لجنة التظلمات، في فساد في الرقابة، في فساد في كل حاجة. احنا في افريقيا للأسف الشديد محتاجين حد يعالج الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي ريحته فاحت وبشكل كبير جدا جدا. فيلا بينا مع بعض نسمع كده الاعلام المصري الدكتور علاء صادق بيتكلم وبيقول ايه عن اللي بيدور في الكاف، سواء من جانب المغربي فوزي لجع او حتى من بعض السادة المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وتحديدا عن لجنة التحكيم. يعني الكابتن عصام عبد الفتاح، معرفش هو بيعمل ايه في لجنة التحكيم، والله الراجل ده مصري. الاستاذ هاني ابو ريده، ما احناش عارفين بصراحة هم معانا ولا ضدنا. انا عن نفسي لا عايزهم يكونوا معانا ولا ضدنا، انا عايزهم يكونوا مع الحج ويكونوا في صالح كرة القدم الإفريقية. أنا مش عايزهم يخدموا كرة القدم المصرية تماما، أنا عايزهم يخدموا كرة القدم الإفريقية، ويحاولوا بكل الطرق إن اختياراتهم تكون صحيحة، وتحديدا في تعيين الحكام. فيلا بينا مع بعض نسمع الراجل بيتكلم وبيقول إيه، وبعد كده نعقب على كلامه مع بعض. وهنتكلم عن الحكم بتاع المباراة النهائية، هتتلعب في المغرب إن شاء الله، وهقول لحضراتكم هو الراجل ده المكافأة بتاعته هياخدها إزاي. واوعوا تنسوا ان فوزي لجع قبل كده ضرب الحكم ده بالقلم، وليه الاتحاد الافريقي جايبه في الوقت ده بالذات وبيعينوا المباراه مهمه جدا وصعبه بين النادي الاهلي والوداد الرياضي المغربي في المغرب. وعلى فكره ديت هتكون اخر مباراه للحكم ده، لانه هيعلن بعدها اعتزاله التحكيم. بدلا من الاسيوط السمنه اللي هيدير المباراه الاخيره في حياته، مباراه الاعتزال. وطبعا لو عمل جرايم في الماتش ده مين هيعاقبه؟ ملوش عقاب وملوش حساب، خلاص مبطل ياخد هدايا زي ما هو عايز، ما هو مبطل. يبقى ملياردير بعد الماتش ده، ما هو بطل. لازم يتغير، لازم يتغير. عارف ان الموضوع صعب جدا، بس لازم يتغير. لازم يجيبوا حكم مستقبله قدامه، خايف على مستقبله.
سمة كمان لماضي اسود معانا الحكم الاثيوبي، خسرنا نهائي 2017 من الوداد. منه لله. تخيلوا، من الوداد البنالتي بتاعت وليد ازارو اللي عين عينك. وخسرنا نهائي 2018 من الترجي، وبعتينه كمان يخسرنا نهائي جديد. رغم ده كله عايز اقول في الاياب في الدار البيضاء الافضليه للاهلي باذن الله. ناس كتير قوي شافوا ماتش امبارح، بس للاسف ما شافوش النتيجه، او ما عرفوش النتيجه، ما عرفوش ان الاهلي هو اللي فاز. الاهلي هو اللي فاز 2-1. الاهلي مسافر المغرب وهو اللي كسبان، والضغط هيبقى على الوداد مش على الاهلي. اي شخص سواء كان اهلاوي او ملوش في الكوره وتسمعه يقول لك الوداد عنده افضليه في مباراه الاياب، يبقى مش بيعرف كويس في الكوره، ما تدلوش ودانك. بعد ما الاهلي كسب امبارح 2-1 في القاهره، الافضليه للاهلي. طلعوا انذار، وكانت النتيجه 2-0 وفضل 12 دقيقه غير 8 دقايق وتتباع. كان في 20 دقيقه الاهلي بيلعب ضد 10، كان الاهلي جاب الثالث والرابع. خلاهم هم اللي يجيبوا جول. ادي النتيجه، ادي القذاره بتاعت الحكم معتز ابراهيم. يا خساره على العداله اللي بتموت في الملاعب المصريه. وللاسف اللي جايبه عصام عبد الفتاح خدام هاني ابو ريده، والاثنين خدامين فوزي لقجع. يعني تخيل لما يبقى 2 مصريين خدامين لمغربي، زي ما كان وليد العطار خدام الثالث معاهم السنه اللي فاتت لنفس المغربي فوزي لقجع. الخدم بقوا كتير قوي في مصر. يا خساره. يعني زي ما سمعنا كده الدكتور علاء صادق الراجل بيتكلم وبيقول ان الحكم بتاع المباراه النهائيه بملاك السيما ده اخر مباراه ليه يا جماعه هيحكم فيها، هتجمع بين النادي الاهلي والوداد المغربي. طيب ايه يعني التمثيليه اللي عملها المغربي فوزي لقجع عشان ما يلفتش الانظار؟ مفكرنا يعني ان احنا نايمين على وداننا ولا حاجه. اول لما اعلنوا عن الحكم ده الصحف المغربيه طلعت على طول وبتعلن احتجاجها على تعيين الحكم ده. قال ايه؟ هم مش عايزين الحكم ده. يعني ايه؟ يعني هم عاملين نفسهم ان هم من بنها وان هم مش عايزين الحكم ده. وسبحان الله تمثيليه واضحه ومعروفه وبنسبه 100% ان ديت اخر مباراه للحكم ده. يعني اي اخطاء هيعملها محدش هيعاقبه عليها. هو الراجل هياخد الرشوه هيكمل بيها بقيه حياته وخلاص، هيخلص كوره وهيخلص تحكيم ومفيش حد هيساله باي حاجه. طيب ازاي فوزي لقجع يضرب الحكم ده وبنفس الوقت تجيبوه يحكم مباراه في نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب؟ هو انتم مش خايفين على جمهور الوداد يعمل له حاجه؟ لا طبعا، ما هو متراضي، ما هو شرب شاي بالياسمين. كل ده عشان يرضي مين؟ السيد فوزي لقجع. كل ده عشان ايه؟ كرة القدم في المغرب تنجح، وان التمثيلية اللي عاملها فوزي لقجع داخل الاتحاد الافريقي تنجح، وان المغرب وهيمنتها على كرة القدم في افريقيا تنجح زي ما قال السيد فوزي لقجع. ولكن انا بقول له لو عايز تهيمن على كرة القدم في افريقيا زي ما حضرتك قلت هيمن عليها، ولكن ما تسرقش حقوق الغير، ما تاخدش حق مش بتاعك. حاول بكل الطرق ان انت تنهض بكرة القدم المغربية، ولكن بالطرق المشروعة، ما تطلعش على اكتاف الغير. للاسف الشديد السنة اللي فاتت خدت نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي ظلما وعدوانا، بسبب برضك نجلك للمباراة النهائية في المغرب. وطالعين بعض الجماهير المغربية بيقولوا لي ما انتوا عندكم الاتحاد المصري هو اللي خبى الجواب. لا يا حبيبي، الاتحاد المصري ما خباش الجواب، ده خدام فوزي لقجع هم اللي خبوا الجواب. خدام فوزي لقجع في الاتحاد الافريقي هم اللي خبوا الجواب، والجواب ما وصلش للاتحاد المصري، وبناء عليه اتعملت المباراه النهائيه في المغرب. ما انت كنت تقدر تعملها في ارض محايده، مش معنى يعني في المغرب. طب السنه دي المباراه ذهاب وعوده، وسبحان الله هتلعب قدام النادي الاهلي، فلازم تكسر النادي الاهلي. جبت له حكم درجه رابعه ما يفكر ما يحكمش في دوره رمضانيه. الحكم الليبي ده ما يحكمش في دوره رمضانيه من وجهه نظري. حكم بارد، حكم ما عندهوش ضمير، حكم ظلم النادي الاهلي وظلم الوداد نفسه، لان الحكم ده مهزوز ولا يليق بمباراه نهائيه هتجمع بين الاهلي والوداد. لاعب الوداد المغربي لمس الكره بايديه وما كانش فيه موجود غير مهاجم النادي الاهلي، وكان هياخد الكره ويروح انفراد بالجون. طلعوا وزوجوها ومشوا اللعبه وحسبوها انذار وخلاص على كده، لا في طرد ولا في حاجه. ويجي لي واحد مغربي في التعليقات ويقول هي دي حجتكم، انتوا عاملين زي الجزائريين بالظبط، لما تتغلبوا تحطوا الاخطاء بتاعتكم على التحكيم. لا يا عم، هات لي مره احنا انغلبنا فيها منكم
بما يرضي الله وما كانش فيها ظلم، وطلعنا وحطينا الاخطاء بتاعتنا على التحكيم. انا راجل اهلاوي بشجع النادي الاهلي، لما لعيبه النادي الاهلي بتغلط بطلع اقول لهم في وشهم انتوا غلطانين. الوداد يستحق انه يسجل هدف، ولكن النادي الاهلي يستحق انه يكون له ضربتين جزاء بالاضافه لطرد لاعب الوداد. حتى محلل القنوات بتاعت البي ان سبورت طالع لي وبيقول لي ده علي معلول زج اللاعب بتاع المغرب في منطقه الجزاء بايده، لما جاب لي منه المهاجم راكب على كتاف علي معلول. يا عم احسب دي ضربه جزاء، وادي لحسين الشحات الضربتين الجزاء واطرد لاعب المغرب، يبقى كده الكفه متساويه. انا عايز حجي وخد حجه، واللي ياخد البطوله في النهايه هنسجف له. يا عم بالعجل وبالمنطق، هو ده حكم؟ انت راجل مغربي وبتقول ان انا بفهم كوره. انت شايف ان ده حكم ينفع يدير المباراه النهائيه؟ انت شايف ان السيمبا اللي هيحكم في النهايه عندكم في المغرب ده ينفع يكون حكم للمباراه النهائيه؟ بالله عليكم، فوزي لجع ضربه بالقلم قبل كده في قلب مصر هنا في مباراه الزمالك ونهضه بركان، لما الزمالك فاز بضربات الجزاء الترجيحيه، والصوره قدامك اهي، ونزل فوزي لجع وضربه بالقلم قدام الدنيا بحالها، ورادوا الحكم يوميها على ان كان فوزي لجع هيطردوه من الاتحاد الافريقي لو التقرير بتاع الحكم ده كان صح ووصل للفيفا. ولكن عشان فوزي لجع مسيطر على الكاف وخدامه كتير في الكاف، منهم ناس في مصر، العدل محدش بيطبقه للاسف الشديد. رد عليا في التعليقات، انت يا مغربي رد عليا في التعليقات وقول لي هل الحكم بتاع امبارح ده، الحكم الليبي، ينفع انه يدير مباراه في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ ما عندوش شخصيه، حكم بارد بيعطل اللعب كتير زي لعيبه المغرب بالظبط، بيعطل اللعب اكتر من لعيبه المغرب نفسهم. في الاخر جايبين لي حكم هيعتزل كره القدم وهيعتزل التحكيم، جايبينه حاطينه في مباراه مصريه في النهائي، وكان فوزي لجع ضربه بالقلم. ما انتوا واخدينه عشان تصلحوه وتديله مكافأة نهاية الخدمة. ولكن عشان ما اطولش على حضراتكم في الفيديو، ان شاء الله انا متأكد وكل ثقة ويقين بإذن الله في لعيبة النادي الاهلي ان هم رجالة، وان شاء الله هيرجعوا بالكاس من المغرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.